ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. يوم جديد ان شاء الله بتجربة جديدة انا عملتها واستفدت منها وحابة ان انا انقلها لكم. انا كنت محرجة جدا جدا ومترددة ان انا انزلها. لان عارفة ان هيقابلني انتقادات كتير، بس انا التجربة دي استفدت منها وعملتها لان انا بعاني من حاجات ناس كتيرة جدا بتعاني منها. انا استفدت منها. في ناس كتير قوي الحاجة اللي انا بعاني منها دي مش عارفة او مش لاقيه لها حل. يعني ساعات توجد لها حلول وفجأة تلاقي ان الحل ده مش عامل اي حاجة. تعالوا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول مشكلة بتقابلنا هي ريحة الحمام. زي ما انتوا شايفين كده، لو انت منضفة الحمام وقافلة كل حاجة في الحمام زي ما انا مقفلة كده، القعدة على طول مقفولة، البيبة على طول مقفولة، صرف البانيو على طول مقفول، الشباك نفس النظام، بس فجأة كده تحسي ان ريحة الحمام بتبقى سيئة جدا، كأنك انا اسفة في اللي انا اقوله، قاعدة في مراحيض عامة. تحسي ان صرف البيت كله بيطلع عليكي انت فوق. دي مشكلة بتقابل ناس كتير قوي مش لاقيه لها حل. تاني مشكلة زي ما انتوا عارفين او اللي كلنا بنعاني منها في بيوتنا هي النمل. انا النمل ده ظهر عندي وظهر فجأة في المطبخ الايام الحر اللي هجمت علينا مرة واحدة دي. البلاطة اللي مفتوحة دي طلعت لي النمل اللي انتوا شايفينه ده، اللي كل شوية يطلع لي شوية كده واموت فيهم. هما ميتين على الارض اهو. البيبة اهو بتاعة المطبخ انا قافلاها وحاطة عليها حاجات تقيلة عشان يعني ما تطلعليش منها اي حشرة. فانا المشكلتين دول ناس كتيرة قوي بتعاني منها زي ما انا بعاني منها. في مشكلة تانية برضو ناس كتير بتعاني منها، هي الزبالة او باسكت الزبالة. تقولك ان شنط الزبالة ساعات كتير قوي بتفضل تنقط مية، والباسكت ربنا يعافينا ويعافيكم ممكن يربي صراصير نمل. ساعات كتير ربنا يعافينا بيدود. فانا لقيت حل، والحل دوت يعني اعذروني في اللي انا هقوله لكم او اللي انا هوريه لكم او هنعمله مع بعض. تعالوا نشوف احنا. تعالوا بقى اقول لكم التجربه اللي انا عملتها بالفوطه الصحيه، ايه اللي حصل منها او استفدت منها ازاي او عملت بيها ايه. اول حاجه قابلتني زي ما قلت لكم كده باسكت الزباله، ان الزباله عندي ساعات كتير قوي، او هي مش عندي انا، عند الناس كلها، الزباله لما بتحطيها في الباسكت بتقعد تنقط ميه. طبعا ايدك مبلوله، رميتي زباله في مطرحها ميه، الخضار اللي انت نضفتيه مع الحراره ان انت سبتيه ممكن تسيبيه ليله وتقومي تاني يوم ترمي الزباله الصبح، فتلاقي الباسكت بتاعك نزل فيه ميه من الشنط بتاعه الزباله. دي حاجه الناس كتيره قوي او كل الناس بتقابلها في الباسكت بتاعها. فانا حبيت ان انا اجرب التجربه دي، قلت جابت نتيجه جابت ما جابتش خلاص. اول حاجه انا جربتها وجابت معايا نتيجه ان انا حطيت الفوطه الصحيه زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في الارضيه بتاعه الباسكت، وكنت بسيب الزباله بتاعتي كده، يعني بحط شنطه الزباله، فلقيت ان الزباله نفسها لو بتنقط الفوطه دي بتشربها. كنت الاول لما اجي اشيل الزباله من الباسكت، شنطه الزباله اللي انا ملبساها للباسكت دي، ما كنت باجي اشيلها الاقي الباسكت من جوه فيه ميه وميه كتير، وساعات كانت بتعمل ريحه. فانا من ساعه ما حطيت الفوطه ديت يعني ما بقاش يبقى فيه ميه، لان هي بتشرب كل الميه اللي بتنزل منها. تاني حاجة انا عملتها ان النمل اللي ظهر عندي دوت ابتدى ان هو يتلم حوالين الباسكت، فانا جبت رش كده ورشيت على الحيطة، بس لقيت ان انا ولادي بيخشوا المطبخ وايديهم على الحيطة، حاجة في ايديهم بتاع، خفت صراحة. فقلت طب خلاص اجرب ان انا احط على الفوطة ديت اللي انا حطيتها في الباسكت شوية من المبيد دوت. جابت نتيجة جابت ما جابتش خلاص ارش ويعني احرص ان انا ولادي ما يخشوش المطبخ او ما يحطوش ايديهم على الحيطة، يعني لا قدر الله تحصل حاجة احنا لا غنى عنها. فلقيتها ان هي جابت نتيجة فعلا، ان انا لما رشيت زي ما انتم شايفين كده النمل مات في ساعتها. النمل اللي بيخش من فتحات الباسكت او بيخش الباسكت نفسه مات على طول. فما يعني لقيت ان التجربة دي حلوة وجابت معايا نتيجة. زي ما قلت لكم الباسكت عندك بيبقى فيه مية من الزبالة، ممكن تحطي الفوطة كده من غير اي حاجة تشرب منك المية اللي بتنزل من شنط الزبالة. ظهر عندك نمل زي ما ظهر عندي، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا، تحطي المبيد زي ما انتم شايفين كده لو عندك اطفال زي. تاني تجربة انا جربتها وجربتها في الحمام، ان انا ريحة الحمام زي ما قلت لكم كده على طول بيجي عليا الحر وتلاقوا الريحة وحشة جدا وسيئة جدا. فانا مش هفضل رايحة جاية ماسكة المعطر وارش في الحمام، افضل رايحة جاية ارش. هتقولي طب ما تحطي في التواليت المعطرات اللي هي بتبقى راكبة في التواليت، هقول لكم جبتها وجربتها مفيش اي نتيجة. آه طبعا احنا مش هينفع ان احنا نبخر الحمام.
هتقولي طب ما كل شويه خشي ارمي ديتول او ارمي المعطر ده في الحمام. هقول لكم كنت كل شويه بخش ارمي في البيبه وارمي في قعده التواليت نفسها وفي الصرف بتاع البانيو واسيب الميه، بس الريحه بتروح بمجرد ان الميه جت عليها او الحاجه دي جريت في الصرف، فالريحه بتظهر تاني. فانا حابه ان انا يبقى المكان على طول ريحته حلوه، مش كل شويه اخش ارش معطر او ارمي ديتول او غيره. فانا جربتها صراحه وجابت معايا نتيجه. انا حطيت على الفوطه زي ما انتم شايفين كده المعطر وهلزقها في الكتف بتاع الحوض بحيث ان هي يبقى المكان متداري شويه محدش يشوفه. ممكن تلزقيه برضو في القاعده بتاعه التواليت من تحت في حته متداريه او في الحيطه اللي هي بتبقى ورا القاعده. تاني حاجه عملتها ان انا عايزه اعطر الحيطان نفسها، حطيت عليها ولزقتها على الموب اللي انا بمسح بيه. طبعا هتقولي طب ما تروح حطي عليها نفسها. هرجع اقول لكم الحاجه اللي انا بستخدمها في الحمام مش هينفع ان انا استخدمها في الشقه. فانا لقيت ان التجربه حلوه ان انا لما لزقتها عليها ومسحت بيها الحيطان رجعت شلتها من على الشرشوبه ولا كاني استخدمتها في الحمام. دي التجارب اللي انا عملتها بالفوطه الصحيه وجابت معايا نتيجه حلوه جدا وحبيت ان انا انقلها لكم. وهرجع اقول لكم انا متاسفه جدا او انا بعتذر لكم جدا على التجربه ديت لو فيها اي حاجه خارجه او فيها اي حاجه ما يصحش ان انا اعرضها. بس زي ما انا قلت لكم الحاجه اللي قابلتني في شقتي ناس كتير او بتعاني منها ومش لاقيه لها حل. انا لما جربت التجربه وعملت معايا نتيجه حلوه حبيت ان انا انقلها لكم. يا رب التجربة تكون عجبتكم. ويلا سيبولي لايك وسيبولي تعليق، قوليلي رأيكم في التعليقات ان انا عملته دوت حاجة كويسة ولا مش حلوة، الفيديو فيها حاجة خارجة عن المألوف. يا ريت تسيبولي رأيكم في التعليقات.